طبعا احنا عدد من الناشطين في ناحية جلولاء والمواطنين في ناحية جلولاء اطلقنا حملة تحويل ناحية جلولاء الى قضاء، وذلك توفر شروط القضاء فيها طبعا من ناحية العدد السكاني أولا، من ناحية الخدمات الموجودة فيها، من ناحية الدوائر المستحدثة فيها. يعني ما بعد 2014 استحدثت أكثر من 6 دوائر في ناحية جلولاء. يعني ناحية جلولاء أصبحت مهيئة لأن تكون قضاء يعني من كافة النواحي والمجالات. طبعا سابقا تقدم مقترح من مجلس محافظة ديالى لتحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، تم رفض المقترح بسبب عدم توفر شروط القضاء فيها. طبعا نطمح إلى أن تكون جلولاء قضاء، لأن جلولاء مدينة تعبت صراحة بعد التهجير. جلولاء أهالي النزحة وصار بها يعني تغيير ديموغرافي تقريبا، تجريف للمنازل. نطمح إلى أن تكون موازنتها أكبر حتى تكون بها الخدمات أكثر إن شاء الله. احنا مجموعة من المتطوعين والناشطين مدنيين في ناحية جلولاء. قدمنا مقترحات إلى الحكومة، قدمنا مقترحات إلى الدولة أنه ناحية جلولاء أولا هي ناحية منكوبة، وبأيام وبأشهر قليلة هاي الناحية رجعت وأصبحت أن تصبح قضاء. طبعا عدد النسمة بها اللي هو 113 ألف، ويوجد بها 27 قرية. يعني من الممكن أن تكون هي أكبر ناحية في عراقنا الحبيب، وهو عراق مصغر. اليوم أكثر الدوائر موجودة بجلولاء، اللي هي من التقاعد، اللي هي من الجوازات قريبا راح تنفتح بهاي الأيام، مستشفيات، يعني هواي من الدوائر الخدمية اللي موجودة. دوائر خدمية ما موجودة بأقضية، ولكن اليوم موجودة هي بجلولاء. فإحنا شريد احنا اليوم كناشطين كمتطوعين نطالب الجهات المعنية أن جلولاء بأقرب وقت أن تصبح قضاء. واحنا اليوم كمتطوعين وكناشطين نعلن وقوفنا ونعلن ايدنا ويد بيد لاجل ان جلولاء تصبح قضاء.